السلام عليكم ورحمة الله. اليوم أكلتنا فاصوليا خضرة باللحمة. زيت نباتي أو سمنة، بحط فيهم حبة توم، حوالي 3 أسنان توم. أول ما بحط التوم بنزل عليه اللحمة فورا، تطلع ريحة التوم واللحمة مع بعض، وبنزل عليهم كزبرة ناعمة وبحركهم مع بعض. للحمة بحط بهار وفلفل أسود ورشة صغيرة قرفة فقط. الفاصوليا المتوفرة عندي هي المفرزة، وهي أكيد الفريش أطيب، فهي أنا رح أغسلها وفك تلجة تقريبا، وبعدين رح نزلها فوق اللحمة. إذا كانت الفاصوليا فريش بتحتاج حوالي نص ساعة تقريبا من التقليب مع اللحمة لتستوي. إذا كانت مفرزة مثل اللي عندي بتحتاج من ربع ساعة ل17-20 دقيقة ماكسيموم. بقلبها مع اللحمة شوي شوي، وحتى بغطيها، ورح فرجيكم هلا كيف عم بتطلع ميتها. شايفين كيف تقريبا مستوية لأنها مفرزة. فأنا بقلبها، بحاول ما كسرها، وبغطيها كل شوي، وبرجع بكشف عليها وبقلب على مهلي. شوفوا كيف عم بتطلع المي تبعها. بدي غطيها وبدي فلفل الرز بشعيرية. حطيت شعيرية مع زيت أو سمنة، المهم كتير يكون في زيت ليعطي لمعة للرز. بعد ما حمصت الشعيرية وصار لونها ذهبي، بنزل عليها المي والملح ورشة صغيرة كتير بهار. والعصفر كتير بيطلع طيب لما بنكون عاملين الرز جنب فاصوليا، فاصوليا خضراء أو بيضة جنب بامي. كتير الرز بشعرية بيلبق له العصفر، بيعطي نكهة كتير وبيعطي لون حلو. فحطينا بهار وعصفر بس للرز. بس غليت المي مع الشعرية بنزل عليها الرز، بتركها كم دقيقة حتى تبلش المي تنقص، وبغطي عليه. هلأ رح اتركه، ورح انتقل بقى ارجع على الفاصوليا. رح اتركها لحتى تغلي. شوفوا كيف تغير لون الفاصوليا. رح نزل عليها نص كيلو بندورة او علبة بندورة مثل اللي شايفينها. احيانا بستعين فيها باوقات السرعة. رح حركها مع الفاصوليا، ونزل كمان ملعقة او نص معرمين من معجون الطماطم دبس البندورة، وشوية مي وملح. طبعا المي اللي رح نزلها سخنة. فأنا نزلت بندورة مفرومة، مقشرة ومفرومة، ومعجون طماطم ومي، ورح غطيها كمان تكمل سوا مع البندورة. هون حطيت المي وحركتها حتى تتسبك على مهلها، ويصير قوام صلصة البندورة مزبوط، وكمان الفاصوليا تكمل سوا مع البندورة. غطيت عليها، وصار الوقت اني انا اغطي طنجرة الرز. شايفين كيف صار يظهر فراغات باعلى الرز. رح سكر على الرز، وهيدا الحكي بعد حوالي 10 دقايق. شوفوا كيف صارت الفاصوليا، مبين من لونها انها مستوية 100%. اول شي رح دوق المرقة لشوف ملحها اذا مزبوط، وبعدين جربت حبة فاصوليا مع المرقة كمان لشوف استواءها، وما شاء الله بتجنن. كان ناقصها حبة ملح وزدت عليها كمان. غطيتها وتركتها دقيقتين 3، وهيك سكبتها. وإن شاء الله 100 صحة وهنا.